بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كيرلس وتاماف ايرين. يا ترى ايه الحكايه بالظبط؟ هل فعلا تم طرد رهبان دير سانت كاترين والدوله عايزه تستولى على كل الاديور المسيحيه، ولا الموضوع فيه لبس؟ من اجل انتشار الكلمه والخدمه لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لاول مره على قناه البابا كيرلس وتاماف ايرين. ايضا اشتركوا حبايب العذراء ام النور سلام الرب عليه على قناه العذراء ام الفادي، الرابط في اول تعليق، وبنزل فيديوهات محتاجه اراء حضراتكم فيه. هشرح لحضراتكم كل الموضوع من الالف للياء، وهشرحه لكم بمنتهى التلخيص والبساطة. هل فعلا الدولة عايزة تلم العاطل عند الباطل وتاخد كل الأديرة المسيحية لحسابها وتبقى تحت ايد الدولة؟ يعني حاجة كده زي التأميم، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ الحكاية ان محكمة استئناف الإسماعيلية بمأمورية طور سيناء أصدرت حكم بتاريخ 28 مايو 2025 بشأن النزاع اللي داير ما بين دير سانت كاترين ومحافظة جنوب سيناء، واللي كان القرارات فيه كالآتي: أحقية الرهبان في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية المحيطة بالدير. بس خلوا بالكم من النقطة دي، إن ملكية الأراضي الأساسية بترجع للدولة باعتبارها من الأملاك العامة. كمان بيعترفوا في القرار يعني اللي صدر من المحكمة بالعقود اللي قائمة ما بين الدير وما بين الوحدة المحلية بشأن قطع الأراضي المستغلة حاليا. أما بالنسبة للأراضي الغير مشمولة، يعني اللي مش ضمن العقود اللي واخداها الدير مع المحافظة وكده، الكلام ده يتصنف على انه محميات طبيعية. يعني كل الارض دي اللي من بره العقد تبقى محميات طبيعية لا يجوز تملكها او التصرف فيه حتى بالتقادم، يعني مش بوضع اليد وبالتقادم وبانك قاعد فيها لسنين طويلة. هل معنى كده احبائي ان الدولة خلاص هتطيح في كل الاديرة المسيحية؟ الموضوع فيه نقطة انا فهمتها وحابة اشارك حضراتكم بيه، ولو لكم فيها رأي اخر شاركوني بيه برضو في التعليقات. الرهبان الموجودين في الدير حاليا 20 راهب. ال20 راهب دول روم أرثوذكس تبع اليونان، أو نقول معظمهم تبع اليونان. طلعت إشاعات على إنه البلد مصر يعني عايزة تخلي الدير من الرهبان اللي فيه وتاخده تستولى عليه وتعمله تبع السياحة، يعني تعمله تبع مشروع سياحي. لذلك الدير حب يقنن الوضع بتاعه القانوني ويثبت ملكيته للدير عشان محدش يعرف يطلعه منه. طبعا اللي اتقال ان اليونان بدأت تطبع مع البعدة وبدأت تديهم بعض المناطق اللي هي وضع ايدها عليه او اللي هي بتملكه. طبعا انا عن نفسي لا، الدير يبقى تبع بلدي احسن ما يبقى تبع بلد تاني. طب هل فعلا في مشروع بيتعمل دلوقتي؟ في مشروع اسمه مشروع التجلي الاعظم لتطوير المنطقة، منطقة سيناء. وانتوا عارفين عشان المنطقة دي ما فيهاش مشاريع وما فيهاش مساكن بتبقى عرضة لمين؟ للبعدي اللي عايزين يحطوا ايدهم عليه او يجلوا فيها اخواتني عشان يقعدوا فيها ويفضوا لهم الدنيا هناك. لكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها صريحة بفيديو صوت وصورة انه مفيش مساس لا للتاريخ ولا للمقدسات، وخصوصا ان الدير على اسم قديسة مؤمنة بالله ايام ما كانش فيه ايمان اصلا على الارض. وضح كمان وجدد فيه الالتزام الكامل بالحفاظ على مكانة الدير الدينية والفريدة والمقدسة، دير سانت كاترين معروف طبعا منذ القدم، وان الحكم القضاء الأخير بيرسخ المكانة الدينية والتاريخية بدون مساس منه على أي حال من قبل الدولة، وإن مصر واليونان على أخوة وعلاقة تاريخية بيننا وبين بعض، وإن مفيش أي تعدي على أراضي الدولة اللي بتملكها بالتقدم خاصة فيما يخص المحميات الطبيعية، وإن القداسة ما بتتعارضش أبدا مع النظام العام وما تبررش تملك خارج القانون. الحقيقة قصة الدير أقدم من كل الخلافات دي وأعمق من كل الورق اللي بيتقدم. دير القديسة العظيمة كاترين في قلب الجبل، في قلب جبل سيناء. الدير من أقدم الأديرة المسيحية في العالم، واتنشأ في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، يعني ما بين عامين 548 و 565 ميلادي. ومن ساعة ما اتعمل ارتبط بالطائفة اليونانية الأرثوذكسية لأسباب عديدة. الإمبراطور نفسه دي
كان جزء من الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية. رهبان الدير تاريخيا بينتموا للطائفة اليونانية، مش زمان بس، لحد دلوقتي على فكرة. أما أسقف الدير الحالي فهو المطران ديميانوس، بيحمل الجنسية المصرية والجنسية اليونانية. مكتبة الدير كمان بتحتوي على تاني أكبر مجموعة مخطوطات في العالم، الكثير منه مكتوب باليوناني. الدير كمان بيضم داخل أسواره مسجد فاطمي، يعني رمز للتعايش الديني ما بين الديانات السماوية الثلاثة. وشايف في الفترة اللي فاتت إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عايزة تحط إيدي على الدير، والكلام ده طبعا ليس له أساس من الصحة، لدرجة إن المطران ديميانوس بنفسه طلع عشان ينفي الشائعة ويأكد احترام الكنيسة القبطية للدير، وإن العلاقات الطيبة بين الطوائف مستمرة، وأيضا استمرار الدير كموقع ديني وتراثي عالمي تحت حماية الدولة. ضمن ايه الحكاية؟ هي الدنيا اتلخبطت ليها لما انها قمرة وربيع وكل الناس حابة بعضيها وكل الناس زي الفل. دير سانت كاترين بالنسبة لمصر مش قضية أرض منها يحط إيده عليه، لكن مصر لازم تحافظ على سيادتها بين الدول. لكن هنا ممكن نختلف عن الطريقة اللي طرح بها الأمر والطريقة اللي اتعملت بها القضية والدار بها الحوار. هل احترمت الدولة الدير واحترمت دولة اليونان كدولة بتتعاون معاها وبتتكلم معاها وفي ما بينها وما بينها تعامل؟ طبعا كل الاحترام، لأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع بنفسه وأكد على قدسية المكان وعلى مكانته التاريخية، وأيضا على الإخاء ما بيني وما بين اليونان. لكن مش لدرجة إنكم تطبعوا أو تدوا مثلا الدير لأي دولة البعدة ولا غيرهم. في الوقت نفسه الدولة بتعز الدير أصلا لأنه واخد نجم الصيني العسكري أيام الرئيس السادات، عشان الرهبان خبوا وحافظوا على رجال الصعقة من الموت أيام الحرب. اللي عايز أقوله مفيش مسلم ولا مسيحي هيحب إنه يفرط في الدير لأي دولة برا مصر، وإن تيجي الدولة دي وتقول المكان ده بتاعي وملكي هأجره هبيعه لأي مكان أو أي شخص أو أي دولة معينة. مش هينفع الكلام ده خالص. البلد لها سيادتها، مش سبهلة للكل من هب ودب. احنا كمسيحيين مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنه الدير يبقى تبع مصر ويظلوا فيه الرهبان زي ما هم، وخصوصا إن الدير متسجل كموقع تراثي عالمي وسياحي من قبل اليونسكو عام 2002. لكن أحبائي اللي عايزة أوصله لحضراتكم إن الدير في سيناء، وسيناء دلوقتي فيها الهري كله. سيناء دي اللي بيتهافت عليه البعدي المسخوطين، عايزين يحطوا ايديهم عليها بأي شكل، غير انه عايزين يرحلوا فيها اخواتني عشان يتملكوها وهم يتملكوا بلدهم. وما تنسوش اي اشاعة بتطلع بيبقى هدفها الاول والاخير انه يخربوا البلد، زي الاخوانجي وزي الناس اللي ضد البلد اللي سايبه عملاء فيه بيشتغلوا لصالحها. وخصوصا ان حكومتنا المصرية دايما بتأكد ان دير سانت كاترين جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وتحت اشراف وسيادة البلد، وبيأكدوا انه موقع اثري وديني لا يمكن المساس به او التفريط فيه لاي حد. يعني وزارة السياحة والآثار والقوات المسلحة والشرطة واحنا كشعب لازم نحمي اي موقع جوا بلدنا، وخصوصا لو بالاهمية دي. يعني لو سمعت اي حد بيقول لك ان هياخدوا دير سانت كاترين يهدوه وياخدوا الارض بتاعته يعملوها مشروع، يبقى انسان مش فاهم اي حاجة وعايم في مية البطيخ. لان الاثر اغلى بكتير، لا يقارن باي فلوس ولا كنوز الدنيا، بيظل هو فلوس ماشي على رجليها العمر كله. ده اثر تاريخي اكبر من عمر اي دولة ممكن تيجي في خيالك، فمستحيل طبعا انه يتم المساس به باي شكل من الاشكال. اما بخصوص الناس المتخوفة على الاديرة بتاعتني باقي الاديرة، يعني احنا مصريين متملكين اراضي مصرية، فما فيش مساس به لو في عقود بالكلام دي وفي عقود بالارض. ايماني كمسيحي مستحيل الاديرة دي اصحابها يفرطوا فيه، من اصحابها القديسين اللي الاديرة على اساميهم. وما تنسوش احبائي ايام الرئيس محمد حسني مبارك لما ظهر له في الاوضه بتاعته في اوضه نومه القديس والشهيد العظيم ابو سفين والقديسه طماف ايريني، وطلبوا منه
انه الطنطاوي ما يقربش من سور الدير ولا من الدير ولا يجي جنبه. وفعلا تاني يوم الفجر على طول راح عمل اجتماع ما قالش فيه الا كلمة واحدة: محدش يقرب من الدير. تفتكروا احبائي مين اللي عايز يكبر الموضوع في عيون اليونان مع انه مصر متفقة معاه والامور ماشية بالتراضي؟ ثم انه مين عايز يكبر الموضوع ويعمل حزازيات وعدم محبة ما بين مسيحي العالم وما بين مصر؟ فكر شوية وضيف الى الكلام اللي قلته لك: مين عايز يقوم مسيحية مصر ومسلميها على بعض؟ المسيحيين هيقول لك خلاص الدولة هتطيح في كل الأديرة وتاخذه وتحط ايدها عليه وتنتزعه من ملكيته او ملكية المسيحيين ليه. فالمسلمين يردوا على مسيحي مصر ويقولوا لهم: لا، انتوا عايزين تحطوا ايديكم على كل الاراضي المصرية بدون وجه حق وتاخدوها وتبركوا عليه. والحقيقة احنا ملناش في الخناقي، احنا مسلمين ومسيحيين مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع القرار القضائي اللي قال ان الدير اراضي مصرية وليست يوناني. طب كلامي ده معناه ان خلاص نمشوا الرهبان نطردهم ونروحهم لبلادهم؟ لا طبعا، الرهبان يفضلوا في مكانهم زي ما هم، وايضا نستقبلوا رهبان اكتر منهم. الكلام ده حقيقي واساسي وقاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايضا مع التحفظ على عدم المساس باي دير قبطي لان اللي بيملكوه مصريين اولاد البلد. هرجع واقول لحضراتكم الاخوانجيه اليومين دول هيجين لو خدتوا بالكم في كل القضايا المطروحه الايام دي عايزين يستغلوها ويوجهوها ضد البلد نفسي. يعني الهدف مصر على فكرة مش الهدف الدير، لان الدير عمره اكتر من 1500 سنة. يعني الدير مش اول مرة ولا قصته جديدة ولا حكايته جديدة، موضوعه مطروح من زمان وموضوعه متفاهمين فيه مع اليونان نفسي. والحمد لله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الامر وحسم كل الجدال المطروح وقفل الابواب قدام الاخوانجي. خلوا بالكم احبائي للنقطة اللي هقولها دي وافهموها صح واسمعوها صح. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الدير وممتلكات الدير ملك لدير سانت كاترين، مش لليونان، لدير سانت كاترين. يبقى خلاصة القول احبائي مفيش اي صحة، يعني الاخبار والاشاعات المتداولة غلط وخاطئة تماما في شأن انه الدولة المصرية عايزة تطرد الرهبان او امرت باخلاء الدير واغلاقه. الكلام ده غير صحيح تماما. الدير مازال وعلى حاله ومستمر زي ما هو بالظبط، ولا صحة تماما بمصادرة مقتنيات الدير او ممتلكاته. الكلام ده برضو غلط تماما وغير صحيح. انا مع احقية تملك دولتنا المصرية لأي شبر فيه، ما يكونش فيه بلد خارجي لها عندنا شبر واحد بس في أرضنا تقدر تتحكم فيه. أيضا أحبائي عشان أكون أمينة مع حضراتكم إلى المنتهى، ما حبش المساس بأي دير قبطي أرثوذكسي لأنه مملوك لمصريين. أتمنى القيادة السياسية وكل المعنيين انه يقودوا الملف ده بمنتهى الحكمة عشان ما يورطناش مع الدول الخارجية او يحرج مصر. سلام سلام لبلدنا الحبيبة مصر ولكل المصريين ولكل أديرتنا امين يا رب. سلام لدير سانت كاترين ولكل رهبانه، وبركة القديسة العظيمة كاترين تكون مع جميعنا امين. حبيت اوضح لحضراتكم الموضوع والكلام طلع من قلبي، اتمنى يكون وصل لقلوب حضراتكم. لايك للفيديو ومشاركة أحباء البابا كيرلس توماف إيريني والقديسة العظيمة سانت كاترين، واشترك لو لسه بتسمعني بالصدفة لأول مرة على قناة البابا كيرلس توماف إيريني. اشتركوا أيضا حبايب العذراء أم النور على قناة العذراء أم الفادي، الرابط في أول تعليق. في فيديوهات هناك مستنياكم تشوفوها. تكتبوا لي آرائكم في التعليقات وطلبات الصلاة طبعا. اكتبوا لي أيضا طلبات الصلاة هنا على المنتدى وتحت الفيديو، يستجيب لكل طلباتكم ويفرح قلوبكم امين. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا اعماق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه او ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في اتم صحه واحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وارزقكم امين يا رب. يجعل كل الايام بخيته ومبارك عليكم، يحميكم ويحميهم ويسيج عليكم جميعا امين.